يقول ابن القيم: ليس العجب من عبد يتقرب إلى سيده ويحسن إليه، هذا هو الأصل، لكن العجب كل العجب من السيد الملك كيف أنه يحسن إلى عبد من عبيده ويتودد إليه بأنواع من العطايا ويتحبب إليه بأنواع من الهدايا، والعبد ربما يكون معرضا عنه. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه يحسن إلى عبيده والعبيد معرضون عنه، فإذا أحب الملك أحد عباده فهذا والله هو الفوز المبين. طيب كيف أعرف أن الله أحبني أم لا؟ سهلة، إذا كنت تفعل الطاعات وتترك المحرمات ربي يحبك، طبعا ربي يحبك، لماذا لا يحبك؟ سيحبك طبعا. وأيضا توجد علامة على محبة الله لك، وهي أن يحبك الناس. فإن قال قائل: هل يحبني كل الناس؟ الجواب: لا، محبة كل الناس ما نالها أحد، ولا حتى الرسل والأنبياء. أهل الخير إذا أحبوك فهذا دليل على أن الله يحبك، أما محبة أهل المعصية فلا وزن لها. ولكن أهل الصلاح، أهل المساجد إذا أحبوك فهذا فيه إشارة إلى أن الله يحبك، وأن جميع أهل السماء من الملائكة وحملة العرش يحبونك أيضا، لأن الله إذا أحب أحدا أمر سيد الملائكة جبريل عليه السلام أن يحبه، وأمرت الملائكة بأن تحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني يحبك الناس؟ نعم يحبك الناس. نسأل الواحد منهم: لماذا تحبون فلان؟ يقول: والله ما ندري، لكن أول ما رأيناه أحببناه. تريد المزيد؟ المزيد؟ بل حتى الجمادات ستحبك. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه،